أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإثري أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. حاكم يغلي مع انسبة يلتقي الشباب. وزارة الصحة تقيم إنجاز مهام ناجعة في التوعية والحد من العادات الضارة. تقديم خدمات جراحة العيون في ترنا. العاهل السعودي يلتقي بوزير الخارجية الروسي في الرياض. أمريكا تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا والهند. ونيودلهي أكثر عواصم العالم تلوثا. أهلا بكم من التفاصيل. دعا حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود الشباب للاهتمام بالتعليم وتعزيز المشاركة النشطة للدفع ببرامج الإعمار. وأوضح لدى لقاء طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين وعمال المؤسسات الحكومية في مدينة كرن الدور والمساهمة المتفانية للشباب لتحقيق الاستغلال والدفاع عن السيادة وبناء البلاد، داعيا الاستفادة الجيدة من التعليم وعلوم التقان للتماشي مع العصر. وقال أن قيم المجتمع عماد الهوية الوطنية وحث الشباب للتسلح بهذه القيم والابتعاد عن الجريمة والمشاركة في مكافحتها. بجانبه أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد رزان أدوناي أن القدرات البشرية هي المورد الأساسي للبلاد، وتقوم الحكومة باستثمار كبير لتطوير هذه الموارد أكاديميا ومهنيا في الكليات ومراكز التدريب المهني. أعلنت وزارة الصحة في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 4 و5 من فبراير الحالي بمدينة مصوع بأنها أنجزت في عام 2018 مهاما ناجعة تمثلت في تنظيم حملات توعوية ودورات تأهيلية فعالة بالتعاون مع شركاء أدت إلى رفع الوعي وضمان الصحة المجتمعية. وأشارت التقارير التي قدمتها فروع الوزارة في الأقاليم إلى أن الوعي والقدرات المكتسبة في تطعيم الأطفال ومتابعة الحوامل والحد من العادات الضارة والأمراض الوبائية والتناسلية تعد نتاج تلك البرامج التي نظمت بالجهود المنسقة. وفي الاجتماع التقييمي الذي شارك فيه ممثلين من أعضاء الوزارة في الأقاليم، أوضح فرع إقليم عنسبة بأنه يتطلب بذل جهود حثيثة للسيطرة على أنشطة إزالة اللهات وزواج القاصرات، فيما أشار إقليم شمال البحر الأحمر إلى منح اهتمام أكبر للأمراض الخريفية والملاريا، وكذلك إلى ضرورة منح اهتمام أكبر للاعتقادات الضارة والأمراض الوقتية في القاش بركة، ومواصلة حملات التوعية الجارية للحد من زواج القاصرات والأمراض المعدية في إقليم جنوب البحر الأحمر، والدفع بقوة للأنشطة المنتظمة لمكافحة انتكاسة الأمراض التي تم السيطرة عليها مسبقا وغيرها من المواضيع الهامة. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها مسؤول المعلومات والتوعية في وزارة الصحة سيد جبر ميكائيل تسفازجي، ذكر فيها بأن فروع الوزارة في الأقاليم تنظم أنشطة توعوية مفعمة بالأبحاث الدقيقة وتحقق نتائج جيدة نظرا للتحديات التي تواجهها، ليوضح بأن الاهتمام الذي يبديه المواطنين في اتباع الإرشادات المهنيين الصحيين خير دليل على ذلك. وأضاف السيد جبر ميكائيل بأن العمل الجاري مانحا اهتماما أكبر ولازما للمعلومات الخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام الاجتماعية، مثل وجود عنصر يسبب السرطان في الترامس حافظات الشاي، كما أن السكري يمكن علاجه بالمياه الساخنة والحلبة، لكونها تؤثر سلبا على حملات التوعية الجارية. من جهتهم ناشد المهنيين الصحيين المشاركون في الاجتماع لتقييم الأنشطة التوعوية الجارية على مستوى البلاد بما يمهد أرضية صلبة للتعرف على القصور وتبادل الأفكار والمعارف فيما بينهم. قال خبير جراحة العيون السيد فيليمون محمد برهان أن مركز طرنا الصحي يقدم خدمات جراحة رموش العيون، وأضاف أن انحراف رموش العيون إلى داخل العين بسبب نقص النظافة قد يؤدي إلى ملامسة الرمش لغرنية العين أو ملتحمة العين والتسبب في فقدان البصر. وقدم الممرض ألكسندر فسحة من مركز طرنا الصحي شرحا مصحوبا بالصور حول أعراض انحراف رموش العيون وتوخي الحذر أثناء تنظيف العيون.
ونظم مدير المركز الصحي الممرض تسفى مريم سمر أب سيمينار اليومين لوكلاء الصحة في القرى حول انحراف رموش العيون والتدخل الجراحي اللازم لتصحيحه وتبديله وتأثيراته، كذلك التعرف على مثل هذه المشاكل الصحية في محيطهم وإبلاغ الخبراء بها. أعلن مكتب التعليم في مديرية فعبت عن وجود برنامج لفتح مدارس داعمة في المناطق النائية بالمديرية للدفع بالعملية التعليمية. وأوضح مسؤولو التعليم في الاجتماعات التي عقدوها في جميع ضواحي المديرية عن أهمية إرساء المدارس في المناطق النائية ودور المعلمين وأولياء الأمور لكفاءة التعليم. وقال مدير مكتب التعليم في مديرية فعبت الأستاذ محمد علي إدريس أن قضية التعليم مسؤولية كافة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن حوالي 17,000 طفل بلغوا سن التعليم لا يجلسون في مقاعد الدراسة، ويتطلب فتح مدارس بالقرب منهم لتقديم فرص التعليم لهم. وأكد المشاركون في الاجتماعات على العمل لإنجاح البرنامج الموضوع لإيصال خدمات التعليم للجميع. قالت جمعية الألبان التعاونية في مديرية السجنية في الاجتماع التقييمي الذي عقدته أنها تعمل جاهدة لتنمية إنتاج الألبان عبر تكاثر أبقار الحليب. وقدم مسؤول المالية للجمعية السيد دانيال كفل مريم تقريرا أوضح فيه عن تقديم أكثر من 55 ألف لتر من الألبان وكمية لا بأس بها من السمن في الأسواق في العام الماضي، حيث ارتفع إنتاج الألبان مقارنة بالعام 2017 بنسبة 14 ألف لتر. من جهته ذكر رئيس الجمعية الأستاذ أبيل قبرز قابيهر لإيجاد آليات حلول ناجعة للغصور التي تواجههم متمثلة في علف الحيوان المتكامل ومكان خاص للتكاثر ومتجر لبيع الألبان ومشتقاتها، مناشدا المؤسسات لشراء الألبان التي تجاوزت الفحوصات اللازمة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين. بدوره أشاد مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي السيد عقباز كفلة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجميع لتطوير إنتاج الألبان ومشتقاته متجاوزين القصور والنواقص، وداعيا أعضاء الجمعية للدفع بالعلف الأخضر. وتضم جمعية الألبان التعاونية في مديرية سجنيتي 78 عضو. مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في ثاني محطات جولته الخليجية التي بدأها من قطر. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد بحث الملك سلمان مع لافروف في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إلى جانب ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية. ويقوم لافروف بجولة في منطقة الخليج من المتوقع أن تشمل كذلك الإمارات والكويت. قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن واشنطن تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا في إطار برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية. ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على تركيا، إذ أشار البيان إلى أنه وبناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن ممثل التجارة يعتزم إنهاء الوضع الممنوح للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسهل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية. وأضاف البيان أن السبب في هذه الخطوة هو أن هاتين الدولتين لم تعودا تستوفيان المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج، فالهند فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها، في حين أن تركيا متطورة اقتصاديا بما يكفي لعدم اعتبارها بلدا ناميا، وبالتالي فهي لم تعد مؤهلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا. قالت منظمتان معنيتان بمراقبة تلوث الهواء في دراسة عن حجم الجسيمات الدقيقة شملت 61 مدينة كبيرة حول العالم أن نيودلهي كانت أكثر دول العالم تلوثا في 2018.
وقالت المنظمتان في تقريرهما أن المتوسط السنوي لتركيز جزيئات في كل متر مكعب من الهواء في نيودلهي بلغ 113.5 عام 2018، وهو أكثر من مثلي مستواه في العاصمة الصينية بكين حيث بلغ 50.9 ملم، مما جعلها في المرتبة الثامنة ضمن أكثر العواصم تلوثا في العالم. وأشارت المنظمتان إلى أن الهند بها 15 من أكثر 20 مدينة تلوثا في العالم، وتسعى الصين جاهدة منذ أعوام لتطبيق قواعد بيئية وفرض قيود صارمة على الصناعات الملوثة للبيئة، لكنها استفادت خلال الأعوام القليلة الماضية من تعديلات تشريعية كبيرة ووجود إرادة سياسية لتحسين جودة الهيئة. قال أطباء أن رجلا مصابا بفيروس HIV المسبب مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز في بريطانيا أصبح ثاني بالغ معروف في العالم يشفى من الفيروس بعدما أجريت له عملية لنقل خلايا جذعية مستخرجة من نخاع العظام من متبرع مقاوم للفيروس. وبعد 10 سنوات من أول حالة مؤكدة من هذا القبيل لمريض كان مصابا بفيروس HIV تعافى من هذا المرض الفتاك، سجلت حالة ثانية لقبت بحالة مريض لندن لم تظهر عليه أي أعراض لإصابته بعد أكثر من 18 أشهرا على انسحاب العقاقير المضادة للفيروسات من برنامج علاجه. وأطلق على الرجل وصف مريض لندن من ناحية لأن حالته مماثلة للحالة الأولى المعروفة للشفاء وظيفيا من الفيروس، وهي حالة تيموثي براون الأمريكي الذي لقب بمريض برلين عندما خضع لعلاج مماثل في ألمانيا في 2007 وشوفي أيضا من الفيروس. وهناك نحو 37 مليون شخص في أنحاء العالم مصابون في الوقت الحالي بالفيروس، وأودى وباء الإيدز بحياة نحو 35 مليون شخص في أنحاء العالم منذ أن بدأ في الثمانينيات. إلى الحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.